ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم من رزق الحلال الطيب المبارك. بصوا البط بتاعنا اللهم بارك بقى خلاص بط. طبعا لسه ما كملش قفلان، مفيش لسه ما كملش. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم وينال رضاكم كده يا رب اللهم آمين. الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون فيديو مميز جدا عشان هنعمل فيه روتين لليوم كله. بصوا أنا جايبه لهم بواقي الأكل أهو، فضلة خيركم كده. كنا منضفين مقورين وعاملين محشي. تعالوا كلوا معانا النهاردة نعمل محشي على البطايه اللي احنا ذبحناها، فاكرينها؟ ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب اللهم امين. وكده ما شاء الله اللهم بارك. ده البط اهو، نخرجه بقى ياخد حمام ميه كده ويش كده ويفوق. البطاطين دول اصلا المفروض ان هما بره، بس انا هما دخلوا كده فسبتهم، لكن انا هخرجهم بره دلوقتي عشان البط ده مش عارف ياكل منه لغايه ما البطه دي ترقد ان شاء الله وادخل الضغط. هو المشكله في البط اللي هو الانثى ده، قبل ما يقوموا طبعا من على البيض هنكون ذبحنا البط بالذات اللي هو ده. ودول الثلاثه دول هيكونوا بقى ان شاء الله كملوا قفلان وعرفوا بقى يدافعوا عن نفسهم. ربنا يا رب ييسر حالنا وحالكم، يسعد امورنا واموركم. بصوا انا ما عملتش حاجه خالص لسه اهو، عايزين ميه هناك. حطيت لهم بس بواقي البيت اهو، هنا بياكلوا بقى فيها. عايزين ميه هنا. طبعا اللي بيبهدل الدنيا كده هي الارض نظيفه، بس اللي بيبهدل الدنيا كده البط ده. هنشوف احنا هنعمل ايه. هخرج انا البط الكبير ده بره. طبعا انا طالعه لهم الصبح دلوقتي مبيبقاش فيه بيض قوي، بس الحمد لله يعني برضو ما كسفونيش، في بيضه وسخنه على فكره. يمكن وانا نازله الاقي بيضتين. هوريكم بقى الروتين بتاع الصبح النهارده، هيبقى روتين حلو ان شاء الله وهيعجبكم. عشان هاخد البط ده هخرجه بره يبلبط كده في الميه، الصراحه بيبقى شكله حلو وانا نفسي بستمتع. البيضه دي ما شاء الله اللهم بارك حجمها حلو. بصوا دي اكيد بيض الفيوم، اللي هو الفيومي الهجين، اللي هو اللي حجمهم كبير زي دول كده اهي. دي اهو، بس هي اكيد مش الفرخه دي. الفرخه دي لسه اهي بيضتها ما كبرتش زي القرع اللي هناك دي كده. وفيهم واحده باضت وفي واحده ايه عندها قلش، فتره قلش زي دي كده. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم. تعالوا بقى على طول ايه نشوف برضو البط يا جماعه. برضو تقسيم الاوضه عشان الناس اللي ما شافتش تقسيم الاوضه. بصوا الاوضه اهو، انا عامله ستاره اهو اهي، ستاره حتى معلقه البصل فوق. يعني لازم نستفاد من الموضوع اكبر قدر ممكن. ده التيك بتاعنا اهو، التيك اللي انا سبته للفراخ. بصوا تاخدوا بالكم انا عندي الدنيا بتتصفصف، يعني في طيور كتير شلتها. البط ده ان شاء الله يعني اسبوع كده ولا 10 ايام بالكتير. وبصوا الفرخه الصغيره اللي دخلت من بره، بصوا اهي، بس هم عرفوا خلاص مكانها. هشها كده يا محمد. ايوه شوف بس. فاسبوع اسبوعين بالكتير اصلا، ويعني اسبوع ان شاء الله 10 ايام وهتلاقونا ايه دابحين من البط ده. هنذبح الثلاثه اللي هم الفرنساوي، واسيب الثلاثه التانيين لغايه ما البغال يكبروا. وفي واحده مسكوفي انا قايله لكم، مسكوفي اللي هي دي مسكوفي اهي دي، والاتنين دول بغاية. تعالوا بقى نشوف بره كمان الطيور اخبارهم ايه. بصوا بره بقى مبهدلين الدنيا. دول الفراخ اللي انا يعني انتوا عارفينهم، اللي انا مربيهم، كان طالع لي منهم وفي جزء انا شارياه. دي الفرخه الهندي اهي، انا حاسه انها تطلع فرخ. ودي اهي السمره دي امهم السمره اللي جوه عندي، دول طالعين دي. تعالى خش. الفراخ الفيومي دي انا كنت شارياها، عندي اختها جوه بقى بتبيض، مع ان حجمها صغير بس بتبيض ما شاء الله اللهم بارك. اهي بقول لكم جوه اهي. هي دي على فكره فرخه عصبيه جدا وشقيه جدا، بتتحرك كتير. بصوا هنبص على اللي هنا، بس هحط البيضه دي بصوا ما شاء الله اللهم بارك. دي بتاع البطه اهي. في بيضه كمان هنا اهي.
ما شاء الله اللهم بارك. دي البطه اللي هي اللي جوه اللي انا قلت لكم هي ايه اللي دخلها هنا. 4 بيضات اهم. هرص لها بقيه البيض بتاعها بقى عشان ربنا يكرمها وترقد بقى. ودي البطه اللي راقده. طبعا المفروض نسيبها زي ما هي. وهنا كمان المفروض ان في واحده راقده. ربنا يا رب يبارك ويحسن ما بين ايدينا وايديكم. تعالوا بقى نخرج الفراخ. طبعا مش الفراخ دي، هنخرج البط. نخرج البط واوريكم بقى وهو بيبلبط كده. كده خرجنا البط بره. هنسيبه بقى يبلبط شويه كده ويزلزل براحته. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. دخلناه من جوه استحمى وملينا ميه والحمد لله كله تمام بفضل الله. الفراخ البلدي بقى ابتدت ايه تبيض اهي. اللهم بارك. خليكي عدل القفص بقى واسيبهم يبيضوا كده. ما شاء الله اللهم بارك. ربنا يا رب يبارك لينا وليكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. شفتوا يا جماعه ديك عسول كده. ربنا يا رب يبارك لينا وليكم. تربيه الطيور هفضل اقول كل فيديو مش هتعب. تربيه الطيور خير ورزق وبرده تعب ومشقه. نحتسب اجر عند الله سبحانه وتعالى. مش هنأكل عيالنا الحاجات الحلوه دي غير لما نربيها في بيوتنا. هنأكلهم ونشبعهم كمان. ربنا يا رب يحسن. حط نص هنا ونص هناك. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك يا رب العالمين. من عند الطيور بتوعنا الحلوين دول هنختم معاكم الفيديو واقول لكم اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.